مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وتشوفون هذا الفيديو. مشتاقة لكم كلش هواية، صار لي اسبوع يمكن اكثر ما منزلت لكم فيديو، وان شاء الله شاركتكم هاي الايام كلها. وبس شنو بنات، هسه راح اسولف لكم شنو صار وياي خلال هذا الاسبوع وليش تاخرت يلا نزلت. وتدرون بيها انا رجعت لليوتيوب، هاي التفاصيل كلها حذكرها بالفيديو. بس اريد معكم شنو بداية الفيديو، نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اريد التعليقات كلها تعليقات حلوة ايجابية، صلاة على النبي. واريد منكم تخلوا لايك لهذا الفيديو، تشتركون بالقناة اذا طلع لكم الفيديو مالتي او قناتي بالصدفة، اشتركوا بيها حتى عائلتنا تكبر اكثر واكثر. وشكرا على 50,000، كلش هواي اشكركم حبايبي، شكرا لدعمكم لي خلال 6 اشهر يمكن اقل. صرت 50,000، كلش هواي اشكركم من اعماق قلبي. ويلا سنرجع للفيديو. طبعا وخرت الفرشة. طبعا هذا الفيديو بنات مال ايام، بس انا شنو يعني وياها مثل ما يقولون. المهم وخرت الشرشف مال شربايتنا والشرشف مال بنتي. طبعا هنا قاعده اقول ولدي من طلعون الملابس من الغساله لازم تخلوها مفتوحه لان يصير بيها ريحه مو طيبه يعني مسخومه. فقلت له شمهم يا الله يفيد، لين مال احكي ما حد يسمع صراحه. شممتهم. المهم بنات، وشفتوا الشرشف مالتنا ومالت بنتي هذا كله من الحليب حرفيا بنات. يمكن بالاسبوع 3 مرات الى 4 انا بدلها الفرشه مالتها. وهذا الوجه مال دوشق مالته هذا غسله يمكن 5 مرات بالاسبوع بنات. يعني تعرفون حليب وتقلبه وتقلب الممه. طبعا هنا هواي صورت لكم مقتطفات من الغساله، لقيت انا كله طالعه. وتعرفون هاي شاشه يعني قزاز قصدي او جام، فكله طالعه اني. فاضطريت انه اقصها، خليت لكم بس الاجزاء اللي انا ما طالعه بيها، حاولت يعني. المهم بنات، خليت هاي الفرشه الورديه يمكن انتم شايفينها اعتقد، اي والله شايفيها. المهم بنات وهسه اسوي تنظيف بس شنو سريع للغرفه. وليش هسه راح اقول لكم ليش. المهم دني طبعا هاي شوف بنات، هاي بنتي طيحها وارجعها، طيحها وترجعها، لا هي طيحها وانا ارجعها. المهم خلصت الغرفه ونظفتها كلها مثل ما قاعد تشوفون. طبعا رشيت مع الطرجة بس صراحة نسيت اصور وياكم. طبعا بنات اعتذر عن صوت ولدي، رغم قلت لهم ماما راح اسوي مونتاج بس ما يفيد. طبعا هنا ملابس بنتي اريد اسبحها ورا ما اخلص الغرفة ان شاء الله اسبحها. وطبعا كاروك بنتي تذكرون كان قبل عالي فنزلته للجو. طبعا انا نزلته، شوفون هاي الحافة مال الكاروك مالته هذا ما ادري شنو هاي الطقع ما تروح بنات. فما ادري اذا ينغسل يتحمل يعني هو خشب هذا، فاللي تعرف خلي تقلي. وطبعا يا بنات شفت بداية الفيديو انا كنت عند الدكتور اللي سوالي عمليتي عمار فهد الشرشاب، فعلى مود عيوني بها جفاف وهاي. ورحت له يعني كان هي شو يسمونها مرتي الثانية مراجعة، ورحت دكتور ضياء الوائلي بيوم واحد. رحت لهم اثنيناتهم الحمد لله على كل حال. المهم حبايبي تعالوا خلينا نطبخ العشاء. هذا العشاء صار لي كلش هواية ما مسويته. راح اسوي لحمة بعجين. قلت خطية خلي اعوضهم هاي الفترة كلها وحارة تعرفون، فواحد بالحر يسوي اي شي على مود يخلص صراحة من الاكل. المهم بنات، فقلت اليوم لا خليت انا الكهرباء تجي هذا شوية على اساس المطبخ يعني، وهم اضاءة وهم برودة يعني على اساس تجينا برودة. وبحس بالكهرباء ظل المفرغة تسحب أقوى. المهم بنات، وطبعا إذا تحسون قوة قاعد تشيلين والله حبايبي هسه راح أقول لكم ليش. أنا صراحة قوة أصلا عليه قاعد أسوي مونتاج بس لازم أنزل لكم، وعندي فيديوهات يعني أسوي مقتطفات أنا صراحة. يعني شوفوا بنات، الغرفة طحت، الغرفة اللي شفتوها سويتها هاي قبل الأكل، لا قصدي ورا الأكل هاي اللي قاعدة أسويها أنا. إنما هذا الأكل قبل لا أنزل لكم الغرفة، نزلت لكم إياها جولة بالغرفة. تخيل يعني شو كثر صار لها. المهم بنات خليت هاي الطاوة يعني الصراحة يمكن آخر مرة من كنت متفاعلة وياكم بالقناة قلت هاي الطاوة والله ناسيتها، طلعتها قلت خلي أرجع أطبخ بيها. وثرمت البصل بمحضرة الطعام. طبعا أكو ناس هو كل واحد وطريقته. أنا راح أغسل هذا الفلفلة كل واحد وطريقته. أنا هاي لحمة بعجين دائما أسوي هاي الطريقة، لازم أستوهن. يعني أكو ناس تجيبهن هنا ما مستويات ويطبخوهن يعني يحطون على العجينة يعني تنشو وحدها. صراحة أنا ما أعرف يعني أحسه حتى ما أدري أحسه ما مستوي، ورغم يستوي يعني ما أقول لكم ما مسويته
سويته بس ما اقتنع بيه، يعني هاي احسه هيك بهارات تنحمس، البصل يعني كل شي وين ينحمس، الفلفل احسن ما يكون مقروط. وهاي طبعا شوف هاي النقطة اللي مسويتها انا سيراميك، سويتها مثل الكاونتر، يعني كلش فايدتني هاي. كان صغير بس قريب على الطباخ، كل شي انا اسوي عليه. شنو يعني تعرفون ليه سيراميكات صغار فتحسون يعني شي عباك شلون قافعة. المهم يا بنات، خليت البصل بين ما يحمس شوية او ذبل، ضفت عليه لحم. طبعا اللحم عندي هاي اخير شي يمكن سويته، ما اتذكر صراحة، يعني قلت لكم هاي مال ايام. المهم بنات، والفلفلة عندي كبيرة صراحة، انا احب اللحم بعجين يكون بيه فلفل يعني مبين طعمه. اكو ناس تحط كرفس، اكو ناس تحط طماطة، انتو لكم حرية الاختيار. انا اشارككم شنو قاعدة اسوي. المهم بنات، طبعا راح اسوي لحم بعجين. شايفين هذا الجاهز اللي تصير كلش كبيرة؟ قررت اسويها مثلهم، اسويها كلش كبيرة، هسه انتو راح تشوفون. وطبعا تعرفون الدنيا حارة، فقررت انه ادز ابني يجيب لي عجين، يعني لا عجن ولا هاي، صراحة ما له خلق وحارة. وطبعا حيخلص الفيديو، ما راح يخلص، بس يعني راح يخلص الفيديو وانا ما قلت لكم شنو بيه. طبعا انتوا راح تشوفون هسه شنو راح اسوي، واضح قبالكم. واذا مثلا شي لازم احكي بيه اني اقطع السالفة واحكي وياكم. وهسه خلينا نبلش. بس شنو، صلى على محمد وآل محمد، وخلي اقول لكم اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا يا بنات، من صورت وياكم الفيديو مال غرفتي جولة بيها. طبعا تعرفون الفيديو يصير بيه مونتاج، يعني اي شي مثل ما يريده يطلع اقصه هاي. فانا قاعدة اصور، رجعت على هاي تصير طابورية، تصير قبال الميزة والمراية. رجعت عليها وضربت بيمن بجازي برجلي. طبعا خليكم شوية حتى تشوفون رجلي شلون صايرة. شوفوا يا بنات، هذا الباندج اللي خليته. طبعا ضربت رجلي عبالي يعني ضربة عادية تمرق مرور الكرام. بس ما مرقت، ما تخطت، ما راحت، يعني شلون هي ما مرقت. شي يقولونها نسيت والله، والله متأثرة بالمصريين. المهم ما تعديت، ما تخطت، هيك يعني. فالمهم يا بنات، ظليت تقريبا 10 ايام. انتو تخيلوا 10 ايام وانا رجلي ما اقدر ادوس عليها. خليت لها ماي حار ماي بارد، ما قاعد تصير زينة. فطبعا هسه من خلال الفيديو هم راح تشوفون هذا الشي. طبعا هنا خليت كاتشب ودبس الرمان، خليه معجون. المهم بنات، طبعا هسه خلال الفيديو راح تشوفون رحنا المكان، وبالمكان اكو مرة الله يعطيها العافية قالت انه خلي لها باندج. فمن خليت لها باندج يعني ما اقول لكم صارت زينة، بس كانت الصل علي، الصل يعني مو طبيعية، الصليل كتني. يعني تجي الكهرباء، تخيلوا احنا كاتين الحر بالطابق الثاني، ما عولي بس تجي الكهرباء تغطى على مود ما تصل علي. انتوا بس تخيلوا، هو 10 ايام والله، وهسه يمكن صار له 15 يوم. يعني تخيلوا قبل لا انزل لكم الفيديو مال جولة بالغرفة كلش هواية صار لي. هسه انا لافتها الحمد لله امشي عليها، كنت ما اقدر امشي. ليش؟ لان الباندج شوية يعني 50% يخفف الألم، وبنفس الوقت ما صل علي. المهم يا بنات، الحمد لله والشكر. وهذا صراحة فترة غيابي، هذا الوقت ما قدرت انزل لكم. انما هذين الفيديوهات اللي قاعد تشوفون اللي راح يصير فيديو واحد، هذني من ضمنهن لي هسه هاي قبل لا اتعور، الغرفة قبل ما ادري كم يوم، هواي يعني مقتطفات. انما بس انا اقعد اجهد نفسي اجهد نفسي وهاي ما اقدر صراحة. اللي اقدر عليه اشتغله، بس صعوبة علي، يعني كافي علينا الحر. الحمد لله والشكر على كل حال حبايبي. حبيت اقول لكم سبب غيابي او فترة غيابي، ليش غبت عنكم هذا الوقت. ونرجع هسه للفيديو. طبعا قلت لكم وقلت لابني يجيب لي عجين، والعجين قلت لكم راح اسوي كبار حيل، يعني مثل الجاهز. شايفين الجاهز تصير كلش كبيرة يعني تجي. طبعا انا عندي هذا اللي يمكن اسمه شيبك، يعني ما اعرف صراحة اسمه، اللي يفتح العجينة. دورت عليه ما لقيته، يعني اكيد ضامته ويا غراض ما ادري وين، بس ما لقيته. المهم حبايبي، اضطريت انه انا اخبز الخبزة بديه. هسه تجد راح تشوفون. طبعا هذين الاثنين ما راح اسوي هسه للعشاء، يعني صراحة صار زايد. وديته هواي عجين، تورطت قلت يلا ما يخرب. هنا بنات هذا المكان نظفت الكاونتر وراح ابدي اخبز. يعني طبعا ما تانيته، مفروض تاني، بس هو يعني هو عاجني، بس والله حلو العجينة مالتهم من الصمون مو الخبز. تصير هيك بيضة
يعني حلوة طيبة. المهم خبزت راح مثل ما شفتوا الحشوة كلش واضحة بنات. والبهارات اللي خليتها أكيد كمون، تعرفون فلفل أخضر، وخليت فلفل أسود. وشفتوا البهارات اللي خليتها الألوان هاي من صديق زوجي جابها من نيران. هسه شنو عندي؟ العجينة بنات ورا ما خبزتها أكيد بدنا نخليها على النار راح تكمش روحها، لأن هاي ما تلزق الصاجة، أعتقد اسمها صاجة، ما تكمش فتلم العجينة عندي. شوفوا بنات يعني ما شاء الله الخبزة كلش كبيرة. طبعا أكيد ما أكلناهن كلهن، يعني أكلنا ما أعرف والله، بس أنا هم نزلت بيها، كان حمواتي نزلت الهن، نزلت شوية صراحة. ليش؟ يعني أسوي هو عشاء وبالليل، يعني احنا عشانه متأخر، يعني مرات مش متأخر من وقت، يعني هو وجبتين احنا باليوم، فناكل من وقت العشاء اللي هو غدا تقريبا هو عشاء. ودائما ازود. ليش؟ لان اقول ان اول شي اريدهم يشبعون الوجبة اللي ياكلوها، احنا نعتبرها هاي وجبة رئيسية، يعني تعرفون واحد اول ما يقعد ايش ياكل. بنات انا اول مرة اسويها هاي مالت الصاج، وبعدين اخليها بالفرن اشعل بس من فوق. المهم بنات، فش اسوي؟ اكثر بالاكل، يعني حتى مثلا اذا زاد واكيد يزود، يعني ما شاء الله اسوي هواية حتى ما اخلي عائلتي جوعانة. هنا بنات هذني سويتهن 4 وقلت اخليهن الثاني يوم نتريق بيهن، خليتهن بالثلاجة غطيتهن حتى ما يبسن. وهاي استوت بنات اول قطعة وبس. صراحة ما راح اقدر اكمل وياكم، هاي انتهى هذا اول يوم، هاي ورا ايام. بس خل اكمل لكم لان الفيديو خلص ذيك اللقطة. فبنات اسوي زايد حتى بالليل من يجوعون ياكلون، ولدي او احنا مثلا هيك. المهم بنات نرجع للفيديو. طبعا رحنا انا وزوجي وحماي. طبعا انا اشوف ولا فرجة حتى من نطلع بالباندج، بس لازم بنات مثل ما شفتوا انتم المجمدة صورتها وياكم من زمان ما بيها شي، وكنت صراحة محتاجة مسواق او مسواق. فجبت لحم ومثل ما تشوفون رتبته سويته بها حتى ما طلع سهل علي. وجبت همبرجر لحم ودجاج. طبعا هو هذا المجمع حلو، يعني يسوي لكم اياه كله جاهز، همبرجر اللحم والدجاج، اكو حتى مشاوي اجنحة وهيك شي. طبعا هنا بيبسي ابني جابه. المهم بنات طبعا ها قلت لكم مو نفس اليوم، هذا غير يوم، هنا ابني قاعد يخلي البيبسي. جبت همبرجر قلت لكم لحم ودجاج، وجبت ليه ليه بيش والله ب4.5 مدري 5 الا. والهمبرجر الدجاج ب11 واللحم ب16. بس انا اللحم جبت نص كيلو. ليش؟ لان انا قبل فترة اخذت من عندهم طيب هو، بس شنو انا جبت حتى دجاجة يعني احس سويته مرة ويا البيض ريوق كلش كان طيب، فقلت لا اجيبه اسوي بيض وياه. وهنا عندي هاي فخذين وياهن شوية لحمة زايدة. هنا بنات اشتريت زنجبيل هم، ان شاء الله ما نسيت شي لان الفيديو قاعد يمشي. اشتريت هذا الزنجبيل، طبعا قوة صاير بهاي الحافظة دحسته دحس. وشنو جبت بنات؟ جبت طرشي هذا ولد سوري طبعا، قال مزيت يمكن اسمه سماه، المهم مزيت بس مو كلش حبيت طعمه ما ادري. وجبت يا بنات خاثر، لقيت عندهم نكهتين، نكهة مدخنة، وأنا صراحة يعني أحب بس مو كلش الأشياء اللي تصير بيها يعني طعم الدخان، صراحة أسميه شايط بس ما أدري إيش يقول مدخنة. وهاي الثانية شو والله خاثر حامض، ما لحقت، ناشف منشف ذكرت. احنا صراحة نسميه منشف أو خاثر يعني بالنجف. تدرون بنات أول مرة أشتريه صراحة كنا دائما أقول لزوجي وين يبيعون منها بالنجف، إيش كثر أهلي كانوا يجيبون من عندها ياكلوه ويا الرطب، بس هنا بالناصرية يعني المحلات اللي يمنا ما عندهم. المهم بنات تذكرون بداية الفيديو قلت لكم راح أروح المكان، هذا المكان المرة اللي قالت لي اللي فيها باندج هو هذا. وين هذا المكان؟ حماتي خد زوجي عمتها أم زوجها ميتة أمها الله يرحمها، فهي المرة أنا من ولدي جابت لي قطعة قماش، فتعرفون هذا دين فلازم أرجع لها إياه. رحنا أنا وعمتي وزوجي ويوسف ورانيا. إحنا مام مهيمن لا قال ما أريد أروح، قلنا له براحتك، لأن هم يجوز هسه تقولون هواي ماخذة ولدك يعني ابنك وبنتك، لأن هي قلت لكم حماتي مو بس حماتي، حتى رجل حماتي يصير ابن عم زوجي يعني قرايب.
المهم طبعا هنا ابني كان يصور صراحة يوسف، قلت له اي والله خلينا نوثق للمتابعات. هنا كنت اني تعرفون سيارة بيها تبريد، وصحيح كنت لابسة جوارب بس يعني ما اقدر صراحة يعني الصلة علي. فبعدين صراحة همزين هاي الروحة همزين رحت هاي الروحة، لما رايحة هاي الروحة كان حكت حكايتي. وطبعا من جيت سويت مونتاج لقيت ابني والله خوش مصور، حبيت تصويره. شنو رأيكم تصويره حلو لو مو حلو؟ وبنات تعالوا خليني اسولف وياكم بشغله. باخير فيديو ايش قلتولي رانيا هواي حكيتي هواي تفاصيل صراحة. أنا حتى رديت على بعض التعليقات، راح أجاوب بالفيديو. بنات تقولي هواي ذكرين أشياء هي واضحة، يعني مثلا شاحنة زوجي، شسوار مال زوجي، يعني هو الفيديو كله لو تباعله راح تلقين إنه أنا قلت هاي ملابس، هاي هنا مثل مكياج كمثال عطور، يعني هن كلن واضحات. بس الفيديو يعني مثلا ايش تردني شو اسولف بيه؟ سولفت كان قصص من وحي الخيال. ترى هواي ناس تحكي قصص من وحي الخيال بدون ذكر اسماء. المهم بنات طبعا وصلنا وراح ننزل ونسيت اصور، لان قلت لكم يوسف صور، فمن وصلنا ما صورت. بعدين زوجي فاجئني باحلى شي، جاب لي هاي السماعة، بس مو هاي السماعة انا رديتها صراحة، بس يلا اهم شي خليه يجيب لي اياها. فاجاني انا صراحة قلت له قال ايش تسوين بيها وهاي؟ قلت له انا حابة هيجي اتونس بيها بالبيت، يعني ما عندي شي اقعد شلون الملة. انا ما اقرا صوتي اصلا مو حلو، بس انا هيك حابة اقرا يعني، عرفتوا؟ طبعا هي مو بس راني خلينا اسوي مونتاج، هي مو بس شو يسمونها هي يعني مال قرايات، شو يسمونه صراحة نسيتها، مو مسجل. المهم هي حتى تفيدني، يعني تعرفون بعد بالايام تجي حسن عيد ميلاد راني مناسبات MP3 فكلش تفيد. فكنت كلش فرحانة من جاب لي، انا عيطت صراحة، قال لي ما اجيب لك شلك بهاي السوالف، قلت له تجيب لي اياها، فقال الله كريم، راح الصديقة وجابها، كلش فرحت والله. فجابها بدي قال على راس الشهر. سويت له صديقة يشوف الفيديو. المهم بنات، والغراض اللي تجي وياه شنو عنده؟ هذا المايك اعتقد اسمه مايك، وتجي وياه ريمونت، وتجي وياه توصاله، يعني هاي التفاصيل. طبعا انا راح اقرا، بس اذا تحبون تعرفون شنو راح اقرا شوفوا بنهاية الفيديو، راح اخليكم صوتي، بس شوي حسوا عليه تعديلات. صراحة استحي يعني شلون قريت وهاي. صدق بنات تحبون تسمعون شلون اقرا وهاي؟ وترى شوفوا ما يغير الصوت، ماما الصوت هو نفسه، يعني ما يغيرونه، ماما نفسه، فيطلع لكم صوتي نفسه هذا بس على عالي. هاي روح ننو يلا قولي بيبي بيبي بيابا، قولي ماما. هالأيام تحكي هي تقول بابا، ماما تقول بيبي، أبوها يقولها بتي، هي ترد عليه تقولها بتي، ونطلع لها طيور الجنة هم تغني وياهم. كلش حلوة سوالف، الله يستر عليها بنيتي، ربي يرزقكم حبايبي الذرية الصالحة ويفرح قلوبكم. المهم بنات طبعا هنا المفروض انا اخليه على الشحن، بس كان ما حد يمي وانا استغليت الفرصة وقلت لكم بالاخير راح اخلي راح اخلي صوتي. وشنو سويت؟ ناشت ما اعرف يعني ما ادري شنو هذني اشكال فر طبعا انتوا لو تلاحظون انا اجيب ملابسي اللي طالعة بيهن وقبل اصور، يعني الساعة مثلا بالمسواق اللي كان هذا يوم واحد، هنا هاي مو ثاني يوم، ما ادري يا يوم صراحة. بنات تخيلوا رجلي توجعني، والصعدة والنزلة كلش تصير صعبة علي. هنا أنا هذا التوصالة أو الواير كيبل هذا ما عرفته شنو، بس ما أعتقد ما الشحن، يعني صاير بالعكس، يعني الكبيرة اللي تصير بالراس ما شاحنة، هي خلوها بهذا الجهاز أو MP3. المهم بنات وهنا راح ننام. طبعا أنا قلتلكم راح ننام، بس هي شنو بالحقيقة أنا قاعدة أرتب لكم الفيديو، بس هاي صراحة صارت ورا العشاء، يعني يمكن رجلي كانت ما بيها شي ما أتذكر صراحة. فيا بنات هنا أنا سويت العشاء، لا مو العشاء الريوق، بس شنو تتذكرون السيليفون اللي كان؟ طبعا هاي طباخ مدمر من العجين منه خبزة وهاي شنو والله ها سيليفون وخرته، يعني تعرفون بالشوي لازم ديك الفتحات ما يصير، هو أصلا ما طول، يعني أنا بسرعة مليت من عنده ووخرته. طبعا بنات شوفون ذنيك العيون ديك اللي حاطتها أنا عليها العجينة، وعندكم هاي العين الثانية اللي فارغة، هذين الاثنين الخربان عندي،
وهاي عليها الطماطة يمكن راح تخرب. شرانية شنو يا صيحكوا؟ يلا سكتي. قلهم خلوا لايك الماما، خلي تفاعلوا عليها حتى تنزل لكم فيديوهات اكثر واكثر. المهم بنات اليوم النفسية يعني بما ان عندنا خبز بدهن، طبعا احنا صراحة بالنجف نسميه خبز بدهن، بس بالناصرية يسموه دوق. فانتوا من يا جماعة الدوق ولا خبز بدهن؟ المهم بما انا قلت انا مسوية خبز بدهن، قلت لازم اسويها بيض وطماطة ويا طعم كلش طيب. اكثر شيء انا صراحة بالبيض الخالي، بس ما يحبون البيض الخالي، قلت خليني اسوي طماطة. كان ريوق والله كلش طيب صراحة. شنو بعد؟ مستمرة اخبز بس اليوم والله حارة، بس يلا قلت خليهم خطيه، من زمان ما سويت لهم. بنات والله احس روحي مقصرة وياهم صراحة، من جبت بنتي لسه رغم والله يوميا اطبخ بس اشعر نفسي مقصرة وياهم، ما ادري هذا الاحساس، بس اني انتو هم كتبوا لي بالتعليقات. وعيالي شلون يسوون الطريقة، يحطون خبز بدهن ويخلون على الجهة الثانية بيض، هم طيبة هي بس انا ما اعرف اسويها، رغم يعني انا اول ما تزوجت انا كنت اسويها، بس هسه احس ما اعرف اسويها. اسوي البيض وحده على صفحة، يعني احس حتى هو ما يصير زفر، بس احس شلون عباك يصير زفر، يعني البيض هواي يتقلى نفس الطاوة. المهم بنات، وطبعا هن 4 مثل ما شفتوا، والبيضة قلبتها لان هم ما يحبوها لاطشة وانا ما احبها مخلوطة، فسويتها بالنص اللي هي شوية كامشة نفسها بس ما لاطشة. المهم خلصت الحمد لله والشكر، قدرت بهالحر هذا اسوي لهم خبز بدهن، بهالحر هذا سويت خبز بدهن هنيالهم بيه. المهم بقى طبعا هنا كانوا ولدي نايمين صراحة، قلت خلي اسوي انا وابن زوجي ونقعدون ياكلون وبس. هسه شنو، طبعا يوم من ايامي كانت حماتي اجت لعيالي وطلعنا عزمتني على موطة، فانا طلعت قلت خلي اخذ لقطة وياكم هسه تشوفوها. طبعا مثل ما قاعد تشوفون الزيت يعني حلو من اخلص الزيت كلش قليل، اصلا هاي طاوة بس غسل اصلا ماكو زيت باعتبار. المهم بنات حبيت اشارككم هذا الجزء البسيط من واكيد كل وحدة تختار اللي تريده. طبعا بنت حماتي صراحة لكم يا ام الاسود جايبة 2 شنو شو القابلية هاي عاد تاكلين بالعافية طبعا. وبنات خلي اقول لكم شغلة، راح يخلص الفيديو راح اخليكم جزء شوية. يلا حبايبي مشاهدة ممتعة. الله ايش قد حلو. احنا خلينا نطلع على محمد وعلي